بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبنا في كل مكان؟ عاملين ايه يا رب؟ تكونوا دايما بألف خير. نصلي على رسول ونذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. النهارده الفيديو بتاعنا زي ما احنا شايفين هو فيديو مش طويل، بس انا قلت لكم كده نبذه كده باختصار، وان شاء الله اقول لكم كل المعلومات وكل يعني بالتفصيل في الفيديو الجاي. ان شاء الله هيبقى طويل عن كده باذن الله. تمام. طبعا الجو حر، وبان الجو حر جدا وموجه حر صعبه جدا، فده كله بأثر على البط، اذا كان بط اذا كان فراخ، كل انواع الطيور. يعني بجد موجه حر، ربنا يا رب يرحمنا برحمته الواسعه. فوارد قوي ان يحصل كده. طبعا زي ما احنا شايفين طلعت لقيت البط عنده كساح او مش قادر يمشي او مبرك زي ما احنا شايفين كده. طبعا ما بكدبش خبر، وبروح على الصيدليه اللي انا بتعامل معاها، الصيدليه البيطريه، وبجيب له جرعه. طبعا انا متعوده ان انا اجيب له الجرعات اللي زي دي اما يجوا له كساح، فبجيب له معادن وبجيب له فيتامينات وبجيب له مقويات وبجيب له كالسيوم عشان نعدي المرحله دي. طبعا زي ما قلت لكم مهما كنت انت منظفه تحت البط ومظبطاه ومهويه المكان، بس جو يعني موجه الحر بجد اليومين دول صعبه جدا، ان ربنا يا رب يرحمنا برحمته الواسعه. فانا بجيب له كيس زي ما احنا شايفين، الكيس ده كله معادن وفيتامينات حلوه قوي. ان شاء الله هتستنوا الفيديو الطويل، هيبقى فيه ازاي تحطي يعني قد ايه الجرعه اللي بتحطها للبط. البط بتاعك بيحتاج جرعه قد ايه؟ ان شاء الله باذن الله هنشوفها في الفيديو اللي جاي. وطبعا بتمنى الفيديو يعجبكم، واللي يعجبه الفيديو ما ينساش اللايك والاشتراك في القناه. وان شاء الله اشوفك على الف خير، فيديوهات جديده ووصفات جديده مع ام احمد، ومع الف سلامه. الصيدليه البيطريه زي ما قلت بتروحي للصيدليه البيطريه وتجيبوا له جرعه، يا اما حقن يا اما جرعه للسخونيه والاسهال والفيروس والكلام ده. تمام. برضو في حاجه برضو حلوه قوي وجربتها، بتروحي للصيدليه بس الصيدليه البشريه. تمام. بتجيبي منه ايه بقى؟ بتجيبي منه الشريط اسمه دال 3 ف. حلو قوي يا جماعه. برضو بتجيبي البطه بقى او البطه، لو عندك بطه او اتنين مبركين بتجيبوهم في مكان لوحدهم عشان البط السليم ما يضغطش عليه ويبركوا اكتر ما هو خلصان. تمام. وتحطيه لوحده وتحط حبايتين في قلب الميه ويشرب منهم. زي ما قلت لك برده تحط له علف. العلف هيبقى برده فيه كالسيوم. وزي ما قلت لك اهتمي بالاكل واهتمي بالمكان ونظافه المكان. ده ان شاء الله باذن الله هتاخدي التربيه بتاعتك بسم الله من غير اي خسائر ان شاء الله، وهتاكلي وتتبسطي وتبقى زي الفل. تمام تمام. المهم يعني الموضوع بسيط وما تخافيش منه وزي ما قلت لك في اكتر من طريقه هو زي ما احنا قلنا. وطبعا اي سؤال اي استفسار انا تحت امركم في اي حاجه. وبتمنى طبعا الفيديو يكون خفيف ويكون ظريف كده وما يكونش تقيل. وان شاء الله اشوفك على الف خير، فيديوهات جديده ووصفات جديده مع ام احمد. كل سنه وانتم طيبين ومع الف سلامه. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله